الله ربكم ثقيل يحبكم. شلونكم عني؟ بالنسبة للمتظاهرين عندي فد كلمة لكم، بس فدوة افتهمني. دوختوني المتظاهرين، شلعتوا قلبي. طبعا البعض مو الكل، اكو صحيح عالم طلعة على شغلات راحت من عندها ويعني مأساة وايد صحيح، بس الأكثرية بالمتظاهرين اللي أنا عقلي وقف من عندهم إنه ياهل يجي يقولوا له علو ياك علي، يجي المالكي غير المالكي، العبادي غير، أشك واحد يجي مهم بالدولة أو بالسياسة أو بالدين معمم وكذا يقولوا له علو ياك علي. زين حبيبي أنت طالع مظاهرة على خضيرة واللبن مثلا، هاي وحدة. الشغلة الثانية انه يجيك واحد يقول لك ليش هاجرت، ليش ما بقيت تقاتل بأي بلدك؟ حبيبي شغلة مبيوعة وكلها جاي نشوف انه شغلة مبيوعة. اول ما دخلوا اخذوا الموصل، زرعوا بالموصل كم عنصر، بعدين اخذوها كلها والبروضات الحكومة اخذوها، يعني ذب سلاحك واطلع برا عيب جانا خطار هيك، واخذوا الموصل كلها. من نوب دخلت لنا ايران دخلت ما قصرت، ساعدتنا وشغلت، سوت خير من الله للحشد ورحم الله والديها وما قصرت ويانا، بس سوت شغله عمت على هاي كلها، انه دخلوا الزوار على اساس انه زوار هيك بدون لا فيزا لا جواز لا شرطه، فلشوا الحدود وطبوا وما حد حكى وياهم وطبوا وياهم افغان خير من الله. هاي الشغله الثانيه ابو روسيا يقول لك تعال انا راح اطير طياره، ترضى ما ترضى راح يطير حبيبي، لان انت عادي لا عندك حكومه ولا عندك حكايه، فراح يطير عليك طيران. فوق هذا كله دخلت لنا تركيا واستقرت وعلى البحر وشورتات لابسين وهاي. زين بس فهمني، ذولا يعني الجايين يحاربون لابس لي شورت وعلى البحر بالموصل يحارب، زين يحارب من اذا هم اصدقاء، يعني انه جاي نلاحظ انه هو داعش اصدقاء. لك حبيبي شغله مبيوعه والله. لك في دول روح لك العراق صاير بنزين خانه، يا يجي طبي فول ويطلع، تجينا انت تالو ما تالو قلت تعال قاتل. عم والله حرام ما تروح نقاتل، ظل بمحافظتك، عود ذيك الساعه اذا وصل محافظتك اطلع قاتلهم، بس والله ما يوصل محافظتك، هم يردون ذيك المناطق وخلي ياخذونها عمي، بس خل كافي شبابنا خلصت. واسف على الازعاج، السلام عليكم.